تعالوا بقى مع بعض النهارده نعمل صينية مكرونة بشاميل تحفة زي ما انتوا شايفين كده، جوسي وهتطلع معاكوا تحفة. ولو انت لسه بتتعلمي الطبخ او في البداية هقولك على كل التريكات اللي تطلعها معاكي مظبوطة من اول مرة. وكمان هنا احنا مش هنعملها بالطريقة المعتادة اللي احنا كلنا متعودين نعملها بيها، انا هقولك على حاجة هتطلعها معاكي تحفة. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنستخدم ايه. انا هنا عندي كيس مكرونة 400 جرام، وعندي كمان طبق صدق فيه 250 جرام يعني ربع كيلو، ونفس الكلام لحمة مفرومة 250 جرام ربع كيلو، وده البصل اللي احنا كنا مخزنينه مع بعض. والناس اللي بتشتكي ان البصل بيبقى فيه ميه بيطرى معاها، لا انتي اول ما تطلعيه من الفريزر تستخدميه على طول، يا دوب بس تقطعيه كده بالسكينه وتستخدميه على طول. هنا انا علقت على حله فيها ميه علشان المكرونه، وفي الجريل حطيت في حدود معلقتين سمنه. عايزه تحطي سمنه وزيت دي حاجه ترجعلك. اول ما السمنه ساحت يلا بينا ننزل بالبصل. ما تستخسريش في البصل، كتري في البصل على قد ما تقدري. انا هنا كنت هحط نص العلبة بس رحت حاطة بقيتها. قلبي بقى البصل لحد ما يدبل معاكي. عايزينه يبقى دبلان، مش عايزينه يبقى لونه بني هنا، لا احنا عايزين بس مجرد ما البصل يدبل هنبتدي ننزل باللحمة المفرومة. افضلي قلبي كده. هنا بقى كانت خلاص المية ابتدت تغلي، فانا نزلت بشوية ملح علشان طعم المكرونه ذات نفسه يبقى كويس، وبعد كده نزلت بكيس المكرونه زي ما قلت لكم. ده كان كيس مكرونه 400 جرام، بيعمل معايا صينيه البايركس تحفه. مش لازم المكرونه تبقى كتير، المكرونه تبقى كميتها مظبوطه. هنا بقى كان خلاص شايفين لون البصل اللي انا وصلت له. هنا كده تمام قوي، هنبتدي بقى ننزل باللحمه المفرومه وقلبي بقى كويس على قد ما تقدري. انا هنا كانت اللحمه المفرومه فيها تكتلات شويه لان هي كانت انا مطلعاها من الفريزر متاخر، فما لحقتش ان هي تفك كلها. هنفضل بقى نقلب لحد ما نخلي اللحمة المفرومة هي كمان لونها يغمق معانا، يعني تبتدي ان هي هتستوي مش تستوي. مش عايزينها توصل دلوقتي لان هي تستوي. اول ما لونها يغمق معايا كده هبتدي بقى ان انا احضر ان انا انزل بالصدوق. نزلت هنا بالصدوق واللحمة المفرومة هتكمل سوا معاه. هنا بقى هما الاتنين هيستووا مع بعض وهياخدوا كمان من طعم وريحة بعض. جماعة الصدق بيخلي المكرونة البشاميل في حتة تانية، بيوديها في حتة تانية. انا كمان اوقات كتير بعملها بالصدق بس انا كان عندي لحمة مفرومة وصدق وقلت اعمل ميكس بينهم كده واكيد هتطلع حاجة حلوة، وفعلا طلعت تحفة. بصوا بقى، اهم حاجة وشطارتك في المكرونة البشاميل بتبان في عمايل البشاميل. بصي بقى عشان تاخدي مقادير مظبوطة. حطيت 4 معالق من السمنة، هحط قصادهم 4 معالق من الدقيق. مقادير معالق السمنة هي مقادير معالق الدقيق، هي مقادير كوبايات اللبن. يعني مثلا لو حطيتي 4 معالق سمنة يبقى هتحطي 4 معالق دقيق، يبقى هتحطي 4 كوبايات لبن. انا هنا بعد ما حطيتهم مع بعض ابتديت ان انا اقلبهم كده على النار لحد ما ابتدي اشم ريحة الدقيق. هبتدي بقى انزل باللبن واحده واحده، وتنزلي بحبه وتفضلي تقلبي لحد ما تلاقي ان كل التكتلات بتروح معاكي وبتدوب، تقومي نازله بشويه كمان، وهكذا لحد ما تخلصي كميه اللبن اللي معاكي. عايزه تحطي مع كوبايتين لبن وكوبايتين ميه مفيش اي مشكله. اهم حاجه ايدك ما تسيبش التقليب خالص علشان ما تلاقيش اي تكتلات فيها. بصوا بقى هنا خلاص كان بدأ يتقل معايا واتظبط معايا خالص. اول ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه اللي هو القوام التقيل شويه هطفي عليه واسيبه يبرد. هنا بقى جبت البايركس بتاعي، حطيت فيه معلقه سمنه محترمه ودهنت كله بحيث ان كل جزء في الصينيه يكون مدهون سمنه. الطريقه دي هتعجبكم قوي لو جربتوها. هنبتدي هنا بقى ننزل بكمية المكرونة كلها. هنا ما عندناش ان احنا نعمل جزء مكرونة وجزء الحشوة بتاعتنا والجزء التاني مكرونة، لا. انا هنا هحط كل كمية المكرونة مرة واحدة، وهحط كام معلقة كده من البشاميل بتاعي علشان يخليها البشاميل وصل لكل جزء فيها. وانزلي بقى بالعصاق بتاعك او الحشوة بتاعتك اللي انت عايزة تعتمديها في المكرونة البشاميل بتاعتك. ممكن تكوني هتحشيها فراخ، هتحشيها صدق بس، لحمة مفرومة بس، اللي انت عايزاه.
نزلت هنا بقى بالحشوة، ويا سلام بقى لو في زيتون وجبن هتوديها معاكي في حتة تانية. انا زودت كمان معلقتين بشاميل علشان اعرف اقلبهم كلهم كده مع بعض. ووزعي بقى الحشوة بتاعتك في كل الصينية بتاعتك علشان ما يكونش في حتة فيها كتير وحتة فيها قليل. انا بص لما بقلب من النص علشان انا قلبهم في النص، ففي النص مليان حشوة كتير، فانا على قد ما قدرت كده وزعت الحشوة في كل الصينية. وبعد كده يلا بينا بقى نحط باقي البشاميل على الوش. شايفين لون البشاميل والقوام بتاعه؟ كان تقيل وحلو جدا. انا واثقة مليون في المية ان انتوا لو جربتوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. انا هنا بقى نزلت بكمية البشاميل وسبت حبة صغيرين كده في الاخر بحط عليهم بيضة. البيضة دي بقلبها مع شوية البشاميل اللي انا سايباهم، بتحمر الوش وبتخليه تحفة يا جماعة. نزلت بقى بيهم كده وهوزعهم برضو على بقية الصينية. شايفين بقى اللون بتاع البيض كده لما حطيته من على الوش؟ انا ما بحطوش في البشاميل كله علشان يكون لونه باين كده من على وش الصينيه. وهنا بقى حطيت كام معلقه من القشطه، بس القشطه كانت سايحه معايا شويه علشان كنت سايباها بره التلاجة فتره. حطيت كام معلقه قشطه كده ومعلقتين سمنه كمان من على الوش، ويلا بينا نحطهم على الفرن. هي مش بتقعد في الفرن كتير، يا دوب بس نص ساعة تستوي لأن كل حاجة فيها مستوية. بعد كده بشغل عليها الشواية تقعد لحد ما تتحمر زي ما انتوا شايفين كده، الوش شكله تحفة. والطعم بقى والله أنا مش هقدر أوصفه لكم، حطيت عليها كاتشب ومايونيز وفظيعة.